ماشي يا ريم اتفضلي. ايوه يا ريم اتفضلي. آه ماشي. ها؟ قولي يا ريم. ينفع تعيد السؤال بس يا مس؟ احنا قلنا بما تفسر حملة محمد علي للسودان، فزميلك جاوب قال ليتفقد الإدارة المصرية بها والبحث عن المعاني. هو السؤال، بس هنا هيكون رأس السؤال مختلف، هيقول لي ما النتائج من حملة محمد علي للسودان. ها؟ أدى إلى اكتشاف منجم ذهب. تمام، نجح إلى الوصول في مناجم الذهب. الله يفتح عليك. يبقى ده الفرق بين بما تفسر وما النتائج. تمام كده. طيب نسأل محمد عيد. محمد عيد، سامعني يا محمد؟ مش سامع. ايوه يا محمد، بيقول لك بما تفسر عدم استكمال رحلات سليم بيك القبطان الى البحيرات الاستوائيه. ها؟ بسبب الحروب. لا، احنا قلنا ايه؟ في رحله لسليم بيك القبطان. مين سليم بيك القبطان؟ المره اللي فاتت قلنا جغرافي وضابط رابط بحر. بحري مصري. تمام كده. طيب ليه بقى ما قدرش يكمل رحلته؟ بسبب ايه؟ أقول أنا يا مس. استنى يا جماعه، استنى بسأل محمد. ها يا أنا كمان محمد. عارفة يا مس. طب دقيقه واحده اشوف بس محمد. ايوه يا محمد قول. بسبب الجنادل والشلالات. بسبب الجنادل والشلالات. ممكن يا جماعة من فضلكم اللي يجاوب أنا اللي أقول له جاوب عشان الدنيا ما تتلخبطش، عشان نسمع بعض حتى. ممكن تجاوب يا محمد؟ عارف الإجابة؟ أيوة. محمد بس اللي يجاوب. محمد عيد، قول يا محمد. بسبب الجنادل والشلالات. تمام، الله يفتح عليك. بسبب وجود الجنادل والشلالات. تمام كده. ووصل لآخر نقطة اللي هو وصل لها قرب البحيرات الاستوائية. تمام كده. ده الدرس اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. دلوقتي هنكمل الدرس ده وهنقول. أيوه. أيوه يا ريم. انا في الواجب كنت كاتباها اللي هو البحيرات الاستوائية، وانتي قلتي عليها غلط. في الواجب. اه، في الواجب. لا، يبقى كده اختلط عليا الأمر، ما خدتش بالي منها. هرجع معاكي الواجب حاضر، بس انا كاتباها لزمايلك صح. هم حلينها صح. مم. تمام. تمام. طيب. عندي الدور الحضاري لمصر في قارة افريقيا في عهد محمد علي. عندي محمد علي قام ببناء نهضة حديثة في مصر. طيب. بنى مصر الحديثة وبعد كده دخل السودان، بنى نهضة حديثة برضو في السودان. تمام كده. يبقى قلنا محمد علي لما مسك مصر كانت مصر متدهورة من كل الجوانب. لما دخلها عمل نهضة كبيرة في التعليم وفي التجارة وفي الصناعة، في كل حاجة، وفي الجيش. كل حاجة موجود فيها نهضة كان محمد علي هو اللي عملها. تمام كده. أدخلها محمد علي نهضة حديثة إلى السودان. بعد لما دخل محمد علي السودان دخل عليها نهضة حديثة زي ما عمل في مصر. تمام كده. في رأي لازم تبقوا عارفين النقطة دي. بيقول لك في رأي بيقول إن اللي دخل السودان النهضة الحديثة الإمبراطورية البريطانية. دي غلط، لا. اللي دخل مصر النهضة هو محمد علي. تمام كده. ليه؟ لأن الإمبراطورية دي جت بعد محمد علي بسنين طويلة جدا. تمام. يبقى لو جالك في الامتحان وقال لك النهضة الحديثة في السودان دخلت بواسطة الإمبراطورية البريطانية، هقول له لا، دخلت بواسطة محمد علي. طب ليه؟ ايه الدليل على كده؟ لأن الإمبراطورية البريطانية جت بعد محمد علي بفترة طويلة جدا. تمام كده. ممكن الناس تخليها معايا دقيقة. يا مس. الو.
السلام عليكم يا مس. مس يا مس. يا مس يا مس يا مس. مس تمام يا جماعة نكمل. تمام نكمل، سامعيني كده كلكم؟ يا مس. تمام. يبقى قلنا سامعينه. يبقى قلنا كده الحضارة، بالنسبة للحضارة اللي عملها محمد علي في أفريقيا، قلنا عملها في مصر وكمان عملها فين؟ في السودان. طب إيه مظاهر النهضة دي؟ عمل إصلاحات في إيه بقى؟ بص، أول حاجة إصلاحات إدارية وقضائية وعسكرية واقتصادية وعمرانية وفي التعليم. طب إيه هي الإصلاحات الإدارية؟ يعني إيه إصلاحات إدارية؟ إن هو بيصلح في الإدارة اللي موجودة في الدولة دي، تمام كده؟ طيب إيه زي إيه بقى الإصلاحات الإدارية؟ ده كل ده هناخده بالتفصيل. طب وبالنسبة للقضائية، دخل قوانين جديدة على السودان، تمام كده؟ هناخدها برضك بالتفصيل. عسكرية، ظبط الجيش. اقتصادية، ما دام اتكلمت على الاقتصادية يبقى أنا بتكلم عن تجارة وصناعة وزراعة. ما دام اتكلمت عن اقتصاد في أي درس إحنا بناخدوه يبقى يقصد تجارة وزراعة وصناعة. والنهضة عمرانية، طبعا بيتكلم عن المدن الجديدة. وطبعا التعليم كلنا عارفينه، تمام كده؟ يبقى لما يجي يقول لي مظاهر النهضة الحديثة في السودان تحت حكم محمد علي، هقول له: واحد، إصلاحات إدارية. اتنين، إصلاحات قضائية. تلاتة، تطور عسكري. وكمان طور اقتصادي وعمراني وكمان في التعليم. تمام كده يا شباب؟ تمام أول يا حاجة مس. تمام يا محمد. أول حاجة هناخدوها مع بعض اللي هي الإصلاحات الإدارية. طب إيه هي الإصلاحات دي؟ آه، أول حاجة عمل إيه بقى؟ غير نظام الحكم والإدارة في السودان. عملها زي ما كان عاملها في مصر بالظبط. يبقى عمل نظام الإدارة زي ما كان عامله فين؟ عامله في مصر بالظبط. تمام كده؟ طيب، قبل دخول محمد علي كانت السودان إزاي؟ شكلها إيه؟ كانت عبارة عن قبائل. عارفين كده القبائل اللي موجودة في الصحراء وشبه الجزيرة العربية والكلام ده؟ كانت بالطريقة دي. فدخل عليها محمد علي وعمل ايه بقى؟ عمل بنشر الامان، نشر الامان في الاماكن دي. تمام كده؟ يبقى اول حاجه في الاصلاحات الاداريه، محمد علي عمل نظام جديد للحكم والاداره. طب النظام ده شبه نظام مين؟ قال لك شبه النظام اللي اسسه في مصر. تمام. لما دخل محمد علي كانت عباره عن قبائل متطرفه. يعني ايه؟ يعني بيغوروا على بعض. لو انت اتفرجت على الافلام القديمه اللي هي عبارة عن قبائل، يعني كل قبيلة تغور على القبيلة الأخرى، تاخد منها كل حاجة تمتلكها، والبني آدمين بيبقوا عبيد بيبيعوهم وبيشتروهم. تمام كده؟ يبقى لما دخل محمد علي للسودان كانت عبارة عن إيه؟ قبائل متطرفة. تمام؟ ماشي يا محمد؟ قبائل متطرفة متصارعة. فقام محمد علي بعمل إيه بقى؟ إن هو نشر الأمان في الأماكن دي، وهنشوف بعد كده إن هو ما بقاش في قبائل موجودة في السودان. عمل ايه تاني بقى محمد علي؟ عين حكمدار للسودان. مين الحكمدار ده بقى؟ هو كان ابن محمد علي اللي هو اسماعيل، اللي احنا قلنا اللي هو عمل رحلة استكشافية، فاكرينه؟ هسأل دلوقتي الناس تصحصح معايا. يبقى عندي محمد علي خلى فيه حكمدار للسودان. طب الحكمدار ده كان ماله؟ كان ليه سلطة عسكرية ومدنية. خد بالك، الحكمدار بتاع السودان كان ليه سلطة ايه؟ عسكرية ومدنية. بتيجي اختيارات ونقط. يبقى عندي عينة محمد علي حكمدار للسودان، كان ليه سلطة ايه؟ عسكرية ومدنية، مش دينية، عسكرية ومدنية فقط. تابعة لمين بقى؟ لحاجة اسمها الديوان. يعني ايه ديوان؟ لو انت دلوقتي هنا في مصر عندك دلوقتي وزارة التعليم، وزارة التجارة، تمام كده؟ الوزارات والديوان ده هو الوزارة. يعني الديوان ده زمان هو الوزارة دلوقتي. كل حاجة، وزارة السياحة مثلا، كل حاجة مسؤولة عن نطاق بنسميها ديوان. يبقى عندي الديوان، ديوان ايه؟ الداخلية في ايه؟ في مصر. يبقى أول حاجة الحكمدار. الحكمدار ماله؟ ليه سلطة عسكرية وليه سلطة مدنية. تمام؟
الحكمدار ده بقى اول حكمدار للسودان كان مين؟ اسماعيل بن محمد علي. اسماعيل بن محمد علي اللي هو عمل الرحله الاستكشافيه لو تفتكر، اللي في الدرس اللي احنا لسه واخدينه المره اللي فاتت. طب وبعد كده عمل ايه؟ قسم السودان الى 7 مديريات، وفي كل مديريه في ايه بقى؟ ليها مدير. يعني اول حاجه حكمدار، وتحت الحكمدار في 7 مديريات، وكل مديريه من ال7 دول ليها مدير. تمام. وكل مديريه ليها اقسام، وعين لكل قسم ناظر. هسأل فيها فالناس تركز معايا. يبقى عندي اول حاجه الحكمدار فوق في 7 مديريات، وكل مديريه ليها ايه؟ مدير. وكل مديريه ليها اقسام. تمام كده. وكل قسم ليه ناظر، وقام بتطبيق القانون ونشر الايه؟ العدل. تمام كده. هنسأل هراجع تاني عشان هسأل. يبقى عندي الإصلاحات الإدارية. قام محمد علي نظام حديث في الحكم والإدارة. زي إيه؟ زي النظام اللي أسسه في مصر. قبل دخول محمد علي كانت السودان عبارة عن قبائل متطرفة. أما دخل محمد علي نشر الأمان فيها. محمد علي عين حكمدار للسودان. مين الحكمدار ده؟ قلنا إسماعيل ابن محمد علي، كان ليه سلطة عسكرية وسلطة مدنية. أنا مش عايزة أقفل عليكم على فكرة، الناس اللي بتكتب على الشاشة مش عايزة أقفل عليها، يعني أنتوا كبار مش صغيرين. نبتدي بمحمد عيد. محمد. أيوة يا مس. أيوة يا محمد. الإصلاحات الإدارية اللي قام بيها محمد علي، أول حاجة خلى فيه حكمدار للسودان. كان مين الحكمدار ده؟ كان اسمه إيه؟ الحكمدار أه. كان اسمه كان اسمه مس أقام محمد علي نظام حديث ثانية من واحدة الحكم ثانية والإدارة. واحدة يا محمد، أنا قلت كذا مرة أنت مش مركز معايا. مركز. طب مين الحكمدار بقى اللي هو مسكه السودان محمد علي، اللي هو عمل أول رحلة استكشافية قلناها الدرس اللي فات؟ آم، على مهلك. إسماعيل بن محمد علي. تمام إسماعيل كده؟ بن محمد علي. تمام يا محمد، اه ماشي. طيب محمد طارق. نعم يا مس. أيوة يا محمد. قسم محمد علي السودان لإيه؟ لكام مديرية؟ 3. يا راجل، 3؟ أنت متأكد؟ أما أنا بقالي ساعة بقول إيه؟ مين أقول أنا يعرف؟ يا مس 7. ثانية واحدة. 7 يا مس. اللي يرفع إيده أنا أقول له قول. تمام كده، محدش يتكلم من غير ما يرفع إيده. 7 يا مس. 7. تمام يا محمد. عماد طارق. معاك يا مس. تمام يا عماد. قبل دخول محمد علي السودان كانت عبارة عن إيه؟ كانت عبارة عن إيه؟ آه، قلتها كذا مرة. كانت عبارة عن جزيرة، قبائل. قبائل متطرفة. أيوة. تمام، عبارة عن قبائل متطرفة. ماشي. ريم. أيوة يا مس. أيوة يا ريم. أقام محمد علي نظام حديثا من الحكم والإدارة. مثل نظام مين؟ اللي أسسه فين؟ أسسه في مصر. الله يفتح عليك، أنا بشكرك يا ريم. الوحيدة اللي مصحصحة معايا يا ريم، مفيش سؤال سألته غير لما ريم رفعت إيدها بصراحة. ماشي. الناس أسألها تجاوب، محدش ينام في الحصة. مش معنى إنك واخد أونلاين لا، أنا بسألك فأنت تركز معايا وأنا بشرح. تمام كده؟ يبقى عندي الإصلاحات الإدارية. أقام محمد علي زي ما قلنا نظام حديث زي نظام مين؟ مصر، زي النظام اللي أسسه في مصر. أول حاجة محمد علي لما دخل على السودان كانت عبارة عن قبائل إيه؟ متطرفة. عمل إيه محمد علي؟ نشر فيها الأمان. عين محمد علي أول حكمدار للسودان. مين الحكمدار ده؟ ابنه اللي هو إسماعيل ابن محمد علي. طيب كان ليه سلطة إيه؟ عسكرية ومدنية. تمام. قسم السودان ل7 مديريات، كل مديرية لها مدير، وكل مديرية لها ايه؟ أقسام، وكل قسم له ناظر. قام بتطبيق القانون ونشر العدل.
مين اللي عمل كده؟ محمد علي. في سؤال بقى مهم جدا، محمد علي لما دخل السودان في حاكم موظفين كتير وصادر اموالهم. ليه؟ كانت ساعتها في رشاوي وكانوا بيستغلوا منصبهم. فقام محمد علي ان هو حاكم الناس دي وصادر اموالهم. يعني ايه حاكمهم؟ يعني حبسهم وخد فلوسهم. يبقى هيجي لي سؤال مهم جدا هنا، قيام محمد علي بمحاكمة عدد من الموظفين بالسودان ومصادرة أموالهم بسبب إيه؟ سوء إدارتهم واستغلالهم لمناصبهم. يبقى قيام محمد علي بمحاكمة عدد من الموظفين بالسودان ومصادرة أموالهم بسبب سوء إدارتهم واستغلالهم لمناصبهم. تمام كده؟ يبقى دي أول حاجة للإصلاحات الإيه؟ الإدارية. طيب بعد كده عندنا الإصلاحات القضائية. عندي الإصلاحات القضائية. عمل إيه بقى محمد علي؟ قبل ما يخش، أول ما دخل على السودان ما كانش فيه قانون ولا كان فيه قاضي ولا في كلام من ده، لأ. كانت عبارة عن إيه؟ عن قبائل. لو الناس ساكنة في الصعيد أو في أماكن زي الفلاحين وكده، هتلاقي هناك ما بيلجأوش للقضاء أو بالأقسام والكلام من ده، لأ. بيلجأوا للناس اللي هي كبيرة المكان أو الكبيرة اللي موجودة في الدايرة دي، وبيروحوا لهم يحلوا لهم المشكلة. كانت السودان كده، ما كانش فيه ولا قضاء ولا أقسام ولا كلام من ده ولا قانون ولا أي حاجة. كانوا بيعملوا ايه بقى؟ كانوا في قبائل هم بيفصلوا في النزاعات، لو حد متخانق مع حد بتاع هم يفصلوا فيها. لما جه محمد علي شال الموضوع ده نهائيا، لغاه. طب وعمل ايه مكانه بقى؟ عمل قضاة وعمل مديريات. تمام كده؟ يبقى عندي الاصلاحات القضائية استخدمها طب في حاجة تانية. ايه القانون بقى اللي استخدمه محمد علي؟ استخدمه قانون العثماني. طب اشمعنى؟ ليه القانون العثماني؟ لان مصر ساعتها زي ما قلنا ايه، كانت ولاية عثمانية، وكان محمد علي تحت الولايه العثمانيه دي، فكان لازم يستخدم القانون اللي هو ايه؟ العثماني. يبقى استخدم محمد علي القانون العثماني بدلا من الاعراف والتقاليد القبليه للفصال في النزاعات. تاني حاجه، عين قاضي لكل مديريه. احنا قلنا من شويه كانت كام مديريه يا محمد عيد؟ كانت كام مديريه من شويه؟ لسه قايلينها دلوقتي محمد. سبع مداريات. الله يفتح عليك يا محمد. يبقى عندي عين لكل مديرية قاضي له سلطته محدودة. طب مين بقى رئيس القضاة كلهم بقى؟ ده مين هو؟ رئيس القضاة بقى في الدولة هو صاحب الحكم النهائي. يبقى عندي لكل مديرية ليها ايه؟ قاضي. وفي بقى اللي هو الكبير اللي هو رئيس القضاة، دول كلهم هو صاحب الحكم الايه؟ النهائي. يبقى عندي في الإصلاحات القضائية عمل 3 حاجات. استخدم القانون العثماني، تمام كده؟ عين قاضي لكل مديرية لها سلطة ايه؟ محدودة. بس كان في رئيس القضاة في الدولة هو صاحب الحكم الايه؟ النهائي. يبقى نقول تاني، الإصلاحات القضائية استخدمها محمد علي قانون العثماني بدلا من الأعراف والتقاليد القبلية. ليه؟ للفصل بين النزاعات. طيب عينة قاضي لكل مديرية، بس القاضي ده ماله بقى؟ سلطته محدودة. تمام. طب مين بقى اللي بيفصل نهائيا وبقى الحكم بتاعه نهائي؟ حد اسمه رئيس القضاء، اللي هو رئيس ال7 قضاة لكل قاضي على مديرية. تمام كده؟ نسأل الناس. محمد طارق لما جه مسك محمد علي السودان استخدم القانون ايه؟ عثمان. بدل ايه؟ ها؟ ثاني. بدل ايه يا محمد؟ سامعني؟ عايز ترد يا علي. تمام، بدل الاعراف والتقاليد القابليه اللي كانت موجوده ساعتها. تمام. عماد طارق. معاك يا مس. عين قاضي لكل ايه؟ عين قاضي لكل مديرية. طب القاضي ده كانت سلطته كبيره ولا صغيره؟ محدودة. الله يفتح عليك، انا بشكرك ريم. نعم يا مس. ايوه يا ريم، مين بقى هو صاحب الحكم النهائي؟ رئيس القضاء. الله يفتح عليك يا ريم، انا بشكرك. يبقى زي ما احنا قلنا كده، الاصلاحات القضائيه استخدم محمد علي القانون العثماني في الاعراف والتقاليد. تمام كده؟ عين قاضي لكل مديريه كانت سلطته محدوده. كان رئيس القضاه في الدوله هو صاحب الحكم النهائي. طب بالنسبه للتطور العسكري بقى، بيقول لك انت كم؟ محمد علي عمل ايه؟ ايوه يا محمد، عايز تقول حاجه؟ يبقى عندي التطور العسكري
أنشأ محمد علي حاميات عسكرية في السودان. يعني إيه؟ عمل حاميات عسكرية في السودان زي بيوت كده العساكر يقعدوا فيها. تتكون الحاميات من إيه بقى؟ من جنود مصريين وجنود سودانيين وعدد قليل من الجنود الأتراك. يبقى عندي هنا عمل حاميات عسكرية في السودان. طب زي مين؟ الحاميات دي بقى بتتكون من مين؟ بتتكون من جنود مصريين وسودانيين وعدد من الجنود الأتراك اللي هي تركيا دلوقتي. يبقى عندي الحاميات العسكرية بتتكون من ايه؟ جنود مصريين وجنود سودانيين وعدد قليل من الجنود الايه؟ الاتراك. تمام؟ نسأل ريم. نعم يا مس. محمد علي أنشأ حاميات عسكرية في السودان، كانت بتتكون من ايه؟ من جنود ايه وايه وايه؟ ثلاثة. من جنود مصريين وجنود سودانيين وعدد قليل من الجنود الأتراك. الله يفتح عليك. تمام. هراجع عشان هسأل في الجزء ده اللي احنا خدناه دلوقتي. يبقى عندي الإصلاحات الإدارية. عندي قام محمد علي بنظام حديث في الحكم الإدارة. طب ازاي النظام ده؟ أسسوا زي النظام اللي كان في مصر. تمام كده. قبل دخول محمد علي كانت السودان عبارة عن إيه؟ قبائل متطرفة. لما دخل محمد علي خلى فيها انتشار الأمان انتشر في السودان. محمد علي عين حكمدار للسودان، كان ليه سلطة عسكرية ومدنية، ما نتلخبطش، عسكرية ومدنية فقط. ماشي. مين بقى أول حكمدار مسك السودان؟ إسماعيل بن محمد علي. قسم السودان 7 مديريات، عين لكل مديرية مديرا، وكل مديرية كانت لها أقسام، وكل قسم كان مين؟ كان له ناظر. تمام. وقلنا محمد علي قام بمحاكمة عدد من الموظفين بالسودان ومصادرة أموالهم. ليه؟ بسبب سوء إدارتهم واستغلالهم للمناصب. السؤال أما أكون حطاه في الورق تذاكره كويس، تكتبه وتذاكره كويس، بيجي في الامتحان. تمام كده. عند الإصلاحات القضائية استخدمها محمد علي القانون العثماني، عين قاضي لكل مديرية له سلطة محدودة. أمال مين الحاكم النهائي أو ليه سلطة غير محدودة؟ اللي هو رئيس القضاة. التطور العسكري. أنشأ محمد علي حاميات عسكرية في السودان. تتكون الحاميات العسكرية في السودان جنود مصريين، جنود سودانيين، وجنود أتراك. طيب بما تفسر بقى. أنشأ محمد علي حاميات عسكرية في السودان لتوفير الأمن والحماية. يبقى بما تفسر. أنشأ محمد علي حاميات عسكرية في السودان، عمل جيش هناك في السودان متكون من مين؟ من مصريين وسودانيين وقليل من الجنود الأتراك. ليه؟ ليوفر الأمان والحماية. تمام؟ أي جيش موجود في أي منطقة، اسباب ان انا بعمله او بيكون موجود عشان يوفر الامن والحمايه. تمام كده يا شباب؟ طيب نسال كده بالدور. نبدا بريم المره دي. أيوة يا مس. بص يا ريم. قسم محمد علي السودان الى كام مديريه؟ 7. الله يفتح عليك، انا بشكرك جدا يا ريم. عماد طارق. عماد يا طارق. مس. ايوه يا عماد. اول من شغل منصب حكمدار السودان هو؟ اول واحد شغل. محمد علي. لا قول تاني كده. محمد علي. لا مش محمد علي، لا. امال احنا ايه؟ قلناه وكذا حد جاوب عليه. اول من شغل منصب حكمدار السودان محمد علي اللي عينه. مين بقى عينه بقى؟ عين مين محمد علي؟ ها؟ في ايه يا عماد؟ عين مين؟ بفكر فيها يعني. اسماعيل ابن محمد علي. يبقى آه. اول من شغل منصب حكمدار السودان اسمه ايه؟ اسمه ايه يا أش- عماد؟ اسماعيل باشا. اسماعيل ابن محمد علي. تمام. تكتبها لي اسم كده في الامتحان. محمد علي. تمام. حاضر يعني. تمام. إيه. محمد طارق. معاك يا مس. استخدم محمد علي القانون نقط للفصل في النزاعات بين السكان في السودان. قانون ايه بقى؟ قانون ايه اللي استخدمه؟ ها يا عماد؟ ها يا محمد ولا ايه محمد طارق؟ قانون العثماني يا محمد. انت سامعني؟ سامعني ولا صوتي معلش. بيقطع؟
المايك بيعلق. أقول أنا يا مس. المايك بيعلق. تمام. طب انت عارف الإجابة؟ القانون العثماني. الله يفتح عليك. تمام. محمد عيد. نعم يا مس. السؤال رقم 4. كان حكمدار السودان يجمع في يده السلطة ايه وايه؟ العسكرية وايه تاني؟ وأنا عارفها ثانية، تمام. العسكرية والحكومية. لا لا. والمدنية. 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 تمام. الله يفتح مم. عليك. العسكرية والمدنية. طب ريم، قبل دخول محمد علي كان السودان عبارة عن قبائل ايه؟ متفرقة. ايوه. ومتصارعة. تمام كده. ماشي. اه. متفرقة ومتصارعة. تمام. الله يفتح عليك. هنكمل. عندي النهضة العمرانية. بيقول لك محمد علي اهتم قوي بالنهضة العمرانية، يعني حتى انت دلوقتي لو جيت دخلت السودان هتلاقي ان عاصمة السودان الخرطوم، واللي كان بنيها محمد علي. يبقى عندي محمد علي اهتم بالنهضة العمرانية. ازاي؟ يعني ايه نهضة عمرانية؟ يعني ان انا ابني بيوت في المكان ده، او ابني مساجد، او ابني مستشفيات، ابني مصانع، ابني مخازن. يبقى انا كده بعمل نهضة عمرانية. طيب عمل ايه بقى محمد علي في السودان؟ قال لك محمد علي بنى مدينتين في السودان. مدينة اسمها الخرطوم، حتى الآن هي عاصمة للسودان، ومدينة اسمها كسلة. تمام كده. يبقى عمل مدينتين، مدينة اسمها الخرطوم ومدينة اسمها ايه؟ كسلة. هنتكلم عن أول حاجة مدينة الخرطوم. المدينة التانية اسمها ايه يا مس؟ كسلة. فسلة. كسلة اه. تمام. يبقى عندي مدينة الخرطوم عاصمة السودان. 2 مقر الحكمدار. 3 معسكر للجيش. يبقى عندي مدينة الخرطوم كانت مهمة جدا. ليه؟ عشان هي كانت عاصمة السودان. تمام كده. ومقر الحكمدار، الحكمدار بيقعد فيها. ومعسكر للجيش. طب عمل فيها ايه بقى؟ قال لك بنى فيها مباني حكومية ومسجدين، 2 مساجد. وبنى فيها مستشفى وترسانة لصناعة السفن النينية، ومخازن ومصانع. تمام. الزوم ممكن يقفل في أي وقت. 10 دقايق وهفتح زوم تاني، الناس كلها تدخل. يعني 10 دقايق والناس تدخل. تمام كده. الزوم هيقفل عنه واحنا بنشتغل. 10 دقايق وهبعت اللينك، الناس كلها تخش. تمام يا شباب. يبقى عندي مدينة الخرطوم تمام زي يا ما. مس. تمام. عندي مدينة الخرطوم زي ما قلنا عاصمة الايه؟ السودان. ومقر الحكمدار. ومعسكر للجيش. بنى بقى فيها ايه؟ قال لك بنى فيها مباني حكومية، وبنى فيها مسجدين، ومستشفى، وترسانة للصناعة ايه؟ السفن النيلية، ومخازن ومصانع. طيب كسلة. قال لك كسلة دي السكان كلهم اتوجهوا لها، يعني الناس اللي كانت قاعدة في الأماكن اللي في السودان، في أماكن متفرقة زي ما قلنا لما جه محمد علي. أول ما محمد علي بنى مدينة كسلة، كل الناس اللي موجودة حواليها راحوا. طيب ليه؟ قال لك عشان هناك كان بقى ممكن السؤال يجي لي بما تفسر، هقوله دلوقتي. قال لك هناك عشان في أبراج ومواقع للتحصينات العسكرية، كان محصن المدينة كويس، فالناس كانت عايشة هناك علشان كانت حاسة إن في أمان. وكمان هناك أهم المدن الإدارية في شرق السودان. يبقى عندي توجه السكان في مناطق المجاورة للإقامة فيها. ليه؟ لأن محمد علي بنى فيها أبراج ومواقع للتحصينات العسكرية، كانت محصنة كويس، وجعل بها حامية عسكرية ثابتة، فأصبحت من أهم المدن الإدارية في شرق السودان. يبقى نقول تاني، محمد علي بنى مدينتين. أول مدينة هي مين؟ الخرطوم. تاني مدينة اللي هي كسلة. الخرطوم دي كانت عاصمة السودان ومقر الحكمدار ومعسكر للجيش. طب بنى فيها ايه تاني؟ قال لك بنى فيها مباني حكومية، وبنى فيها مسجدين، عدد 2 مسجد، وبنى فيها مستشفى وترسانة. ليه بقى الترسانة دي؟ قال لك عشان يصنع السفن النيلية. عارفين ان نهر النيل عشان يزرع في، كان عامل هو محمودية، وكان عامل نهر النيل عشان السفن تمشي في النيل، ومخازن ومصانع. طب مدينة كسلة توجه السكان في المناطق المجاورة للإقامة فيها. ليه؟ عشان محمد علي بنى فيها أبراج ومواقع للتحصينات العسكرية. الحتة دي تتعرف، كاتباه في الآخر أنا بما تفسر. يبقى عندي توجه السكان في مناطق مجاورة للإقامة فيها بما تفسر
عشان محمد علي عمل فيها ابراج ومواقع للتحصيل. نسأل الناس. ريم. نعم يا مس. محمد علي بنى مدينتين في السودان، ايه هما؟ مدينة الخرطوم ومدينة كسلة. كسر. الله يفتح عليك، انا بشكرك يا ريم. عماد. طارق. معاك يا مس. مدينة الخرطوم كانت اهميتها ليه؟ كانت فيها ايه مدينة الخرطوم عشان كده كانت مهمة؟ كان فيها ايه؟ اه. ليه كانت مهمة مدينة الخرطوم؟ مباني حكومية. عشان عاصمة السودان، وكانت مقر للحكمدار ومعسكر للجيش، عشان كده السلام كانت عليكم يا مس. مهمة. ايوه يا فريدة، عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. تمام يا فريدة، انا هراجع معاكي من الاول، هنخلص الميت وهراجع انا معاكي من الاول. تمام، هو فاضل له كام ماشي. دقيقة ويقفل. تمام يا فريدة. ماشي. يبقى انا عندي النهضة العمرانية. ايوه يا عماد. معاك يا مس. ايوه يا عماد. يبقى عندي مدينة الخرطوم كانت مهمة ليه؟ كانت مهمة عشان هي عاصمة السودان، ايوه. وكان فيها مباني حكومية، تمام. ومقر وفيها للحكمدار ومعسكر لايه؟ للجيش. تمام كده يا عماد. كان مقر للجيش. تمام. محمد طارق. معاك يا مس. عندي مدينة كسلة، ليه السكان توجهوا